أنا هنا قاعد في أوضة صغيرة والمايك قدامي، وأنت هناك ممكن في عربيتك أو يمكن حتى في قهوة صغيرة أو يمكن في البيت بعد يوم شغل طويل. لكن دلوقتي إحنا الاتنين عندنا نفس السؤال: إمتى فعلا الواحد بيبدأ يكون أب؟ هل في اللحظة اللي ابنك بينطق فيها كلمة بابا لأول مرة، ولا الحقيقة إن الموضوع بدأ من زمان جدا، من وانت لسه طفل في حضن أبوك، أو يمكن أبوك حتى كان مسافر بس البداية كانت هناك؟ النهاردة هنتكلم عن فكرة تبدو غريبة شوية، إنه الأب ما بيتكونش يوم ولادة ابنه، الأب بيتكون من يوم ما يتولد. كل واحد فينا شايل نسخة من أبوه جواه، والنسخة دي ساعات بتظهر زي ما هي بالظبط، وساعات نلاقي نفسنا بنعمل العكس تماما. في علم النفس في حاجة اسمها intergenerational transmission. ببساطة إنه اللي حصل معاك وانت طفل بيطلع تلقائيا في أسلوبك كأب، وده له exception أو استثناء، إنك تبقى واعي جدا وتقرر وتقول بصوت عالي أنا هكسر السلسلة دي عندي. أنا أعرف واحد كان دايما بيقول أبويا كان مهتم بدرجاتي ونمري وعمره ما اهتم بيا كإنسان. لما كبر وخلف اكتشف إنه بيكرر نفس الأسلوب بنفس الجمل تقريبا مع ابنه أو بنته، والغريب إنه كان طول الوقت بيقول مستحيل أطلع زي أبويا. حد تاني كان بيحكي لي في العيادة إنه أبوه كان قبل ما ينام يحكي له حدوتة ويقول له أنا فخور بيك مهما حصل. الكلمة رغم بساطتها إلا إنها اتحفرت جواه، ولما كبر لقى نفسه بيقولها لأولاده بنفس الحنية بنفس التلقائية من غير ما يفكر. فده معناه إنه زي ما الأبهات بيورثوا الجروح كمان بيورثوا الحب. جون بولبي عالم النفس الشهير ومؤسس نظرية التعلق قال إن العلاقة بين الطفل وأهله هي اللي بتحدد طريقة علاقته بالدنيا كلها. يعني لو علاقتك بأبوك فيها حب ومودة وخير، هتهدي الطاقة دي للدنيا ولابنك وبنتك ويورثها جيل ورا جيل. شايف دورك مهم ازاي؟ الجروح الصغيرة زي كلمة جارحة، شتيمة، مقارنة مع أخوك، تجاهل ليك، بتفضل محفورة جواك، وساعات نسلمها لأولادنا من غير ما ناخد بالنا. فكده زي ما انت شفت حجم المسؤولية الضخمة لما بتورث الكنز، كمان في مسؤولية ضخمة انك تورث ألم. وأنا أظن إنك خايف دلوقتي من المسؤولية دي، عشان كده بقولك إن دورنا هنا من الأوضة دي من البودكاست ده يوم ورا يوم، حلقة ورا حلقة، نسلمك أدوات تساعدك تكون أفضل نسخة منك. الأب مش بس وجود مادي. الباحث مايكل لامب وهو عالم نفس إنجليزي في جامعة كامبريدج أكد بالأبحاث والدراسات إن وجود الأب مهم يكون نفسي وعاطفي مش بس جسدي. ممكن الأب يسيب فلوس، يوفر بيت كبير فيه كل اللي الطفل عاوزه، لكن ابنه يكبر ويحس إنه يتيم. ليه؟ لأنه مش لاقي أب يسمعه أو يشاركه تفاصيل يومه. وسامعكم دلوقتي وانتوا بتقولوا خليه بس يسيب وربك يحلها بعد كده. الغياب مش دايما بيكون بالموت. الغياب ساعات بيكون إنك تبقى في البيت زيك زي التلفزيون، موجود، عقلك في الشغل، عقلك في الموبايل. أبهاتنا زمان كانوا بيقروا الجرايد وهم قاعدين، موجود بجسمك لكن غايب بروحك. وأكيد كلنا شفنا نموذج الأب اللي ماسك الجورنان اللي مالي التلفزيون، أو حتى نايم طول اليوم في البيت. الولد ده أو الأب ده ابنه بيمر قدامه كأنه مش شايفه. الولد يحس بفراغ أصعب من الغياب الحقيقي، لأنه بيحس إنه موجود لكن مش متشاف. تخيل كده لما عقلك يشوف إنك أنت والهوا حاجة واحدة، شيء غير مؤثر، فتمشي في الدنيا تتشقلب عشان تتشاف، والحقيقة إنك مهما بتتشاف بتفضل جعان لعين أبوك، العين الأولى اللي شافتك وما شافتكش. طب تعالى نتخيل العكس. أبوك يمكن ما كانش غني ولا قادر يدي كل حاجة، بس كان قادر يسمعك، تضحكوا سوا، تحكوا سوا. الابن ده بيكبر شايل جواه يقين بتاع أنا مهم، أنا متشاف، وده بيخليه مش محتاج يثبت لحد، لأن نوعية وجوده بس كفاية. متأكد إنه في ناس كتير هتحبه من غير ما يعمل مجهود. ودلوقتي أظن في ناس بتسأل دلوقتي، هو أنا ينفع أتشاف من غير ما أعمل حاجة؟ ينفع، ويا بخت اللي أبوه كان متواجد ماديا وعاطفيا.
الابوه بتكون كتير صراع داخلي بين انه انا مش عاوز اكون نسخه زي ابويا، او انا مش عارف اكون غير كده. لا، والصراع الاكبر كمان ان انا عاوز اكون نفسي واحط بصمتي في ابوتي. المفتاح هنا هو الوعي، انك تقف لحظه وتسال نفسك الكلمه اللي خرجت من بقي دي دلوقتي ده صوتي انا ولا صوت ابويا اللي عايش جوايا؟ اوقات الاب بيورث لنا كنز، مش بس بيت ولا فلوس، لكن كمان القيمه، قيمتك كأب، قيمتك كراجل. يمكن يكون علمك يعني ايه تضحك وسط الضغط، او يمكن يكون ورانا يعني ايه نقف في ظهر بعض كاخوات، يمكن يكون ساب لينا عاده بسيطه زي ناكل مع بعض، نضحك لبعض. الحاجات الصغيره دي بتتنقل زي ما هي وتبقى العمود الفقري اللي يخلي جيل كامل يقف على رجليه. الاب مش بس بيورثنا الالم، الاب كمان بيورث الامل. الطفل اللي جواك عمره ما هيختفي، هو اللي هيظهر في حبنا وغضبنا وفي كل كلمة بنقولها. الأبوة الحقيقية بتبدأ لما تراجع طفلك الداخلي. ودلوقتي عاوزك تسأل نفسك مجموعة من الأسئلة. إيه الحاجة اللي محتاج تغفرها لأبوك؟ إيه الحاجة اللي محتاج تتعلمها من جديد عشان تحسن أبوتك؟ وإيه الكنز اللي ورثته وعاوز تحافظ عليه وتنقله لابنك؟ رحلة الأب ما بدأتش يوم ولادة ابنك أو بنتك، رحلة الأب بدأت من يوم ما أنت اتولدت، وكل حاجة جواك هتظهر بكرة لولادك. أخيراً هسألكم سؤال، إيه الكلمة أو الموقف اللي لسه عايش من طفولتك مع أبوك، لسه مأثر فيك لحد النهاردة؟ هل في حاجة نفسك تكسرها ولا حاجة نفسك تكملها وتسيبها لابنك؟ صور لنا ريل وجاوب على الأسئلة دي، هنستناك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب.